السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده. مرحبا بكم معايا في قناتكم بداتي تريت. اليوم غادي نحضر معكم واحد العجين ديال البيتزا اللي طلبت مني واحد الاخت تيجا عندي في القناه، ولكن طلباتني قالت لي ضروري نعاود غير العجين ديال هاد البيتزا. هذا العجين العاجب اللي كنعجنو باللبن اللي كيجي اكثر من رائع. تبعوا معايا الطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا عندي هنا نصف لتر ديال اللبن، اي بن عندكم سواء هاد الماركه هادي او ديال العبار او اي بن، من الاحسن يكون هاد البن هكا اللي كيكون خاطر كيجي زوين. راه هاد العجين راه اش غنقول لكم، راه زوين بزاف زوين بزاف. اللي شافوا عندي في البيتزا راه كيقولوا لي ضروري خاصك تقولي لينا اشنا هو السر ديال هاد البيتزا. هنا كندير واحد شويه ديال خميره العجين، ممكن ديروا هذه ممكن ديال الحبيبات. كندير واحد شويه ديال السكر سنيده باش تفاعل لينا الخميره. وهنا كنضيف واحد نصف معلقه ديال الخميره ديال الحلويات عفوا. وهنا كندير واحد شويه راس معلقه ديال الزعتر مطحون. وهنا كندير راس معلقه ديال الثومه غبره ممكن تستغناو عليها. وكندير شويه ديال الهريسه كذلك غبره. كنسمو هاد العجين هذا باش كيجي لينا حتى العجين زوين والملح بطبيعه الحال على حسب الذوق. وهنا كنضيف الزيت، كنخلط بين الزيت البلديه والزيت المائده. كندير واحد كاس لاروب وغادي نخلي فيه واحد شويه، غادي نقول لكم علاش من بعد. كما كتشوفوا ممكن ديروا الزيت البلديه بوحدها، ممكن تخلطوهم. انا خلطتهم. ودابا غادي نخلط جميع المكونات، غادي نخلطهم مزيان حتى يتخلط لينا اللبن مع الزيت مع جميع المكونات. غادي نخلطوهم مزيان بالكراب اليدوي. وهنا عندي 500 غرام ديال الدقيق اللي غربلتهم من قبل، 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق، ممكن نزيد مازال. وغادي نخلطهم. وهنا غادي نحيد الطراب وغادي نخدم في يديا. هنا كنزيد الدقيق شويه بشويه، كنحاول ندخلو لهاد العجين. وهنا زدت مازال واحد الكاس كيف ما كتشوفوا، باقي ليا فيه واحد شويه. في المجموع ديال الدقيق اللي خدا لينا هاد العجين 600 غرام، 6 ديال الكؤوس ديال الدقيق. وهنا كيف ما كتشوفوا راه العجين كيتلصق شويه في يدي، ولكن غادي نخليه بحال هكا. ودابا غادي ناخذ هاد الزيت اللي شايطه لينا قبيله، غادي نخويوها على العجين وغادي نخليوه يرتاح على خاطرو حتى كيتشرب لنا هاد الزيت كامل. وغادي نرجع معكم. بعد ما خليته واحد 20 دقيقه، دابا غادي نرجع ندخل فيه ديك الزيت وغادي نبقى نحلو بحال هكايا، بحال الا كنورق في العجين. غادي تشوفوا الطريقه بحال العجين الا كيتورق بوحدو. داكشي علاش قلت لكم هاد العجين راه عاجين. كيف ما كتشوفوا راه كيجي في جميع المملحات، كيجي فيهم زوين بزاف. راني حضرت في القناه واحد الفطيره اللي عمرتها بالكفته ديال السمك اللي كتجي زوينه بهذا العجين، وكذلك البيتزا اللي عندي في القناه بهذا العجين. جميع المملحات كيجيو زوينين بهذا العجين هذا. نتمنى تجربوه وغادي تعرفوا علاش كندوي.
ودابا كيف ما كتشوفوا ما غاديش نقابلوا غير الشهيوات، غادي نحضر معكم واحد الماسك كيجي في الوجه وكذلك في اليدين، كيجي زوين بزاف، كيشد البشره وكيجبدها، حيد دوك التسبعات كاملين، كيصفي لينا الوجه. هنا حطيت اصفر بيضاء، وحطيت نصف معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان وراس معلقه ديال النشا. غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه باش يشدوا بلينا ديك القهوه سريعه الذوبان. هنا كناخذ شويه ديال السنيده، من الاحسن تكون هاد السنيده اللي كتكون الحبيبات ديالها رقاقين، وكناخذ واحد نصف ديال الحامضه. هنا غادي ندير غير واحد الكوماج، غادي نهيي البشره باش ندير ليها هاد الماسك. كناخذ الحامضه مع سنيده كنديرها هكا على يديا. هاد الطريقه غادي تطبقوها على وجهكم. هاد الماسك راه كيجي زوين بزاف، وهكا كدير هكا بحال الماساج على شكل دائري عفوا. وكيف ما كتشوفوا بعد ما كنغسلهم راه كتجي البشره هكا ناعمه. ودابا غادي نطبق عليها هاد الماسك اللي قلت لكم. بعد ما ارتاح كيجي هكا بحال كريمه، كنحركو مزيان بعد ما كتذوب ديك القهوه سريعه الذوبان. كناخذ واحد الشيته هكا كندير على بالطبع كيف ما قلت لكم. هاد الطريقه غتطبقوها على وجهكم وكذلك على يديكم، راه كيحيد كاع دوك الشوائب دوك التسبعات اللي كيكونوا لنا في وجهنا. بالطبع بعد ما الواحد كيتقدم في السن الثلاثينات الفوق راه كيكونوا واحد التسبعات. هاد الماسك هذا جربوه غتشكروني عليه. ما نبقاوش غير مقابلين غير الكوزينه والشهيوات نديروا شويه هكا ما ننساو حتى حاجه. نحاولوا ننظموا الوقت ديالنا باش تكون عندنا الوقت لاي حاجه. كيف ما كتشوفوا هنا غادي نمسحوا، غير نبين لكم بعد الماسك كيف كتجي البشره. اما هكا غادي تغسلوه عادي بالماء دافي. ونتمنى هذا الماسك حتى هو ينال الاعجاب ديالكم، وما ننساو كذلك صحتنا. ودابا كنرجع للعجين بعد ما خليته ترتاح مزيان. كيجي رطاب هكا وكيجي زوين بزاف. وكنخلطو هكا، كنخرج فيه الهواء. وغادي ناخدو دابا لسطح العمل، وغادي نشكلو بيتزايات صغار من بيتزا اولا بيتزات الكبار اللي نتوما بغيتو. هنا كندير الدقيق الفينو باش كتجي ليا واحد شويه ديال القرمشه في البيتزا. وغادي ندلكو بالشكل عادي. بعد ما دلكتو كيف ما كتشوفوا كنخلي العجين هكا السمك ديالو ما يكونش غلاظين بزاف وما يكونوش رقاقين عاوتاني بزاف. انا الصراحه ما كيعجبونيش غلاظين. وكناخذ واحد الطبع، نتوما بغيتو يكونوا كبارين ولا صغارين الاختيار كيبقى لكم. كنقطع بحال هكايا. بعد ما كملتهم حطيتهم في لاطه اللي دهنتها بشويه ديال الزيت. وغادي ناخذ الفرشيط وغادي نثقبهم باش ما يتنفخوش لينا. وغادي ندخلهم للفران غير يتشمعوا لينا واحد شويه، نطيبوهم غير نصف الطياب باش نحافظوا بهم في المجمد. وهنا بغيت ندير شي وحدين كبارين شويه هكايا. كناخذ التفصيل اللي نتوما بغيتو. انا بغيتهم هكا يكونوا غير مايان، ما يكونوش صغار بزاف وما يكونوش كبار. وكنقطع عليه. نتوما كديروا اللي بغيتو.
وهذا العجين اللي شاط ليا وجمعته كيف كيجي. كيف قلت لكم راه العجين زوين بزاف، دغيا كتقاد لينا العجينه وكتجي راطبه كيف ما كتشوفوا. وهنا غادي نخلي هذه غادي نخليها كبيره شويه بعد ما طيبتهم. كيف ما كتشوفوا النص طياب، كيجيو رطبين وزوينين واخا طولهم ما توقع لهم حتى حاجه. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، وعواشيكم مبروكه وبالصحه والسلامه. غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف ديال طريقه لاصوص ديال البيتزا والطريقه كيفاش غادي تحتفظوا بها مده طويله، وطريقه تحضير كامل البيتزا كامله غادي نخليها لكم في صندوق الوصف في الفيديو اللي عندي ديجا في القناه. ونتمنى هذا الفيديو الى عجبكم ديروا لي لايك ولا كومونتير ديالكم زوينين كما العاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.